كل ما جوزك يجيب بطيخة بتطلع مش حلوة. طب انا النهارده هقولك على الطريقة الصح اللي تشتري بيها بطيخة تطلع مسكرة ومرملة وزي العسل. هخليكي تقفي عند بتاع الفاكهة تنقيها بنفسك، بس سيبي جوزك هو اللي يشيلها. اجمل حاجه في الصيف هو البطيخ. تعالي بقى النهارده اقولك ازاي نختار البطيخه الصح. اول حاجة البطيخة اللي معايا دي اسمها جيزة، دي نوعها اسمها جيزة. امسكي البطيخة تكون تقيلة معاكي، اهم حاجة البطيخة تكون تقيلة معاكي ومدورة، ما تكونش فيها اي اعوجاج. اخبطي عليها بايدك في نص البطيخة، لازم تكون مكتومة زي الصوت كده، ما تكونش بترن، لانها لو بترن هتكون فاضيه من جوه. البطيخه المليفه بيكون قلبها من جوه مفرغ وفاضي خالص. نيجي بقى لاهم جزء، وده الجزء اللي بيكون فيه الزرعه بتاعته، لازم يكون ملموم وضيق، ما يكونش كبير. كل ما كان صغير كل ما كان احسن. ودي المنطقه اللي بتكون البطيخه نايمه على الارض فيها، اسمها بطن البطيخه. كل ما كانت صفرة كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، يعرف انها مسكره. هقولك على علامه كمان تعرف انها عسل نحل. المكان دون اسمه قرصة النحل. لو لقيت البطيخه فيها قرصة النحل دي اعرف انها عسل من جوه. مع ان البطيخ لسه بشاير بس جميل جدا. البطيخه الجيزه دي بيكون لونها اخضر فاتح وفيها التضليعه اللي انتوا شايفينها دي. شايفين دي كمان، دي علامه قرص النحل برضو. البطيخه دي ان شاء الله تطلع جميله. مش عارف اسعار البطيخ وصلت عندكم بكام، انا دي جايبها بحوالي 120 جنيه. تعالوا بقى نفتح البطيخه ونشوف عامل ايه من جوه. انا هفتحها على وشكم، كان زمان اهالينا بيقولوا هنفتح البطيخه دي وبيسموا اسمه من اسم عيالهم. انا بقى هفتحها على وشكم، واول حد هيقول لي البطيخه دي توزن لها حوالي كام كيلو، هعتبر ان البطيخه دي اتفتحت على وشه هو. بسم الله ما شاء الله، جميله جدا. مع ان فيها كام لبايه بيضه، بس البطيخه دي بصوا ملحمه ازاي وقلبها مليان. البطيخ لسه طالع بقاله حوالي 10 ايام في السوق، يعني لسه بشاير. ولما نخش في فصل الصيف هنلاقي احجام اكبر من كده، وهيكون طعمها مسكر اكتر من كده كمان. مش هنحكم عليها بالشكل، تعالى بقى ندوق طعمها ونشوف طعمها عامل ازاي. انا بحب جدا الحته اللي من قلب البطيخه دي، ما بيكونش فيها بذر. انتوا كمان بتحبوها زيي ولا انا لوحدي؟ والله 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 طعمها عسل نحل، مسكر جدا، بسم الله ما شاء الله. هروح ادور في التلاجة بقى لحته جبنه اكلها مع البطيخ. مع السلامه.